عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ده أول فيديو ليا، وطبعا أنا أم عادية جدا. كل اللي أنا بسعى ليه من ساعة ما جبت بنتي الأولى، وإن أنا أوصل لها كل معلومة بطريقة سهلة مبسطة. طبعا انتوا عارفين الولاد الأيام دي أسئلتهم كتير، ما بيقتنعوش بسهولة، محتاجين أدلة وبراهين وإجابات مقنعة لأي حاجة احنا بنطلبها منهم مهما كانت. أنا طبعا من أول عمر تقريبا 3 سنين الطفل بتبدأ أسئلته تزيد، ما بيقولش حاضر بسهولة، محتاج يعرف انتي ليه بتقولي لي كده، انتي ليه بتطلبي مني كده، طب انا لو عملت كده هيحصل ايه، طب ولو ما عملتش كده هيحصل ايه. مواضيع كتير وحاجات كتير وحاجة كده توجع الدماغ. احنا ما كناش كده، احنا كان اهالينا بيطلبوا منا الطلب بنقول حاضر وننفذ، ما بنسألش كتير، بنبقى مصدقينهم، هم قالوا لي كده يبقى هم عارفين ان هم عايزيني اعمل حاجة حلوة او حاجة صح. ما كناش بنشغل دماغنا طب هم ليه بيقولوا لنا كده، طب هيحصل ايه. يعني اعتقد ان اغلبنا كان كده يعني. انما الايام دي الاطفال عايزين اجابة لكل حاجة واقناع لكل طلب بنطلبه. حتى لو قلتي لابنك لو سمحت هاتلي كذا او ناولني كذا، طب ليه عايزاه، ليه هتعملي بيه ايه. طيب ما بالك دلوقتي لو انتوا عايزين تقنعوا اطفالكم انهم يصلوا. دلوقتي لما ابننا او بنتنا توصل للسن اللي المفروض ان احنا نقول لهم صلوا، هل هيقوموا يصلوا بسهولة؟ طيب لما يقولك انت عايزاني اصلي ليه يا ماما، هو انا هستفيد ايه من الصلاة؟ اعتقد اغلب الامهات بتقول لهم صلي يا حبيبي عشان ربنا يحبك. اكتشفت ان دي اجابة مش مقنعة. الطفل بيقول طب هو انا يعني لو ما صليتش ربنا مش هيحبني، ربنا هيكرهني؟ طب انا ايه اللي يخليني اقوم اتوضى واصلي واعمل كده يعني في السقعة في البرد؟ ليه اعمل كده وانا عايش اهو الحلو وكل اللي انا عايزه بتجيبوه؟ ايه اللي يخليني اقوم اعمل كده يعني ليه؟ قعدت ادور طبعا على اجابة مقنعة وان هي توصل لدماغهم وان هم يعملوها عن اقتناع. لازم اخليهم يعملوا حاجة عن اقتناع. انا ما بقولش ان بنتي بيرفكت او ان هي بتقوم تصلي من نفسها، يعني انا هبقى بكذب لو بقول كده، بس على الاقل لما قلت لها الموضوع بقت عارفة ان هي بتقوم تعمل حاجة كويسة. لما بقعد انبه عليها يلا قومي صلي كذا، يلا قومي صلي، بتبقى قايمة وهي عارفة انها هتعمل فايدة ايه اللي هي بتعمله، مش بتقوم كده وخلاص. طيب معلش المقدمة طويلة شوية، بس يعني حاولت اوضح لكم يعني اجيب اكتر امثلة للاطفال يعني بيفكروا ازاي على حد علمي يعني وحد تجربتي الشخصية. فانا دلوقتي لما جيت اكلم بنتي قلت لها شوفي، احنا الصلاة دي بنعمل فيها حاجتين حلوين قوي. ايه هما؟ اول حاجة بكلم ربنا، انا بكلم ربنا بجد، يعني انا وانا بصلي ببقى واقفة قدام ربنا، ببقى واقفة بين ايدين ربنا وبكلمه، وكلام حلو قوي. وهنشرح دلوقتي ايه الكلام ده وازاي الطفل يحسه ويقوله من قلبه، مش مجرد ان هو حافظ القرآن او الايات وبيقولها بسرعة عشان يجري.
ويخلص الركعتين ولا الأربعة اللي المطلوبين منه كده في السريع. لا، هنشرح لابننا أو بنتنا الكلام ده معناه ايه، وبيوصل لابننا أو بنتنا ازاي، وازاي الطفل يحس بيه وهو بيقوله، وازاي يستحضر كده المعنى بتاعه، ويحس ان هو فعلا بيكلم ربنا وبيطلب من ربنا وكأن فعلا يبقى فيه خشوع. هو ده الخشوع. اول حاجة احنا قلنا ان حاجتين، اول حاجة بكلم ربنا، وتاني حاجة بسلم على الرسول. وانا بصلي ببقى واقفة بصلي وقدامي الرسول عليه الصلاة والسلام، بسلم عليه. ازاي الكلام ده؟ هنشوف دلوقتي. اول حاجة لما بقرأ الفاتحة، لما بنوي الصلاة، واول حاجة بعملها بقول الفاتحة. بكلم ربنا بقى ازاي في الفاتحة؟ اول حاجة بقول الاول اعرفهم الفاتحة دي ليه اتسمت كده. اول حاجة بقول انا الفاتحة سميت بهذا الاسم لانها بيفتتح بيها القرآن الكريم، عشان كده سميت باسم الفاتحة او الفاتحة. يعني انا بكلم اطفال. فبقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسمي الله، وببدأ السورة باسم ربنا سبحانه وتعالى، وإن لفظ الجلالة الله لا يسمى به غيره. يعني احنا نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى عنده 99 اسم، كل الأسماء التانية تعتبر صفات. الرحمن الرحيم، الغفور الشكور، كل دي تعتبر صفات، وممكن تطلق على أشخاص. ده الشخص ده رحيم، الشخص ده كريم كده. إنما لفظ الجلالة الله ده أخص الأسماء لله سبحانه وتعالى، ولا يسمى به غيره. طيب، الرحمن الرحيم. الرحمن يعني بقول إن ربنا رحمته عامة، رحمته وسعت جميع الخلق، رحمته دي على كل الخلق. رحيم يعني رحيم بالمؤمنين، طيب معاهم وبيرحمهم. وربنا عارف ان البشر او المؤمنين ضعفاء، عباد من عباده ضعفاء، فهو رحيم بيهم. وان الاسمين دول الرحمن والرحيم كمان بيثبتوا صفة الرحمة كما تليق بعظمة وجلالة الله. فلما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنا بكلم ربنا وبقول له باسمك يا رب، يا سبحانه وتعالى، يا رحمن يا رحيم. فأنا بكلم ربنا دلوقتي وبقول له الحمد لله رب العالمين، يعني يا رب أنا بحمدك وبشكرك على كل نعمة ظاهرة وباطنة. كل النعم يا رب اللي انت اديتها لي، انا يا رب بحمدك وبشكرك عليها. وده برضو يعتبر امر لعباد الله ان هم يحمدوه. يعني انا بقول الحمد لله رب العالمين، يعني انا بطلب، يعني كأن ربنا بيطلب من عباده ان الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، بس لان ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي يستحق الحمد والشكر، لأن هو خالق الخلق، هو الوحيد اللي بينعم علينا. فده كأن أنا يعتبر إن أنا بقول يا رب الحمد لله رب العالمين، بحمدك يا رب. وفي نفس الوقت ده يعتبر أمر لعباده إن هو يحمدوه ليه وحده، إن هو الوحيد اللي يستحق الحمد والشكر. وزي ما قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إن هو يعني يا رب أنت رحمتك وسعت كل شيء،
وسعت جميع خلقك. وطبعا معروف ان دول من اسماء الله سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، يعني بقول يا رب انت وحدك مالك يوم القيامة، وده اليوم اللي بنتحاسب فيه وبنتجازى فيه على أعمالنا الوحشة والحلوة. ولما نقعد نقول، ولما نقرأ الآية دي كل مرة نقول مالك يوم الدين، بنفتكر كويس قوي إن اليوم ده في إيد ربنا بس. وده بيخلينا نعمل إيه؟ بيخلينا نفتكر دايما إن إحنا نعمل أعمال صالحة، ونخلي بالنا من تصرفاتنا ونبعد عن المعاصي. فلما نقول واحنا بنقرأ آية مالك يوم الدين، نحس كده ونستشعر ان يا رب انت بس الوحيد اللي بإيدك في اليوم ده تنجينا منه بأعمالنا الصالحة اللي احنا ناويين نعملها. وإن شاء الله هنبعد عن كل المعاصي اللي تخلينا نبقى في اليوم ده تعبانين وخايفين. لا، ننوي دايما ان احنا هنبعد عن المعاصي. فالآية دي جميلة، بتخلينا دايما نفتكر ان احنا نركز على الأعمال الصالحة. طيب، ولما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني دلوقتي بقول يا رب إياك نعبد، انت وحدك يا رب اللي بنعبدك، انت وحدك يا رب اللي تستحق العبادة. وإياك نستعين، بنقول يا رب انت وحدك بإيدك كل أمورنا، مفيش مخلوق في الدنيا بإيده شيء ولا مثقال ذرة. ربنا انت يا رب اللي قادر على تغيير نواميس الكون وقادر على تغيير كل شيء عشان تحقق طلباتنا وتلبي دعانا. ومهما كان ان الأمنية اللي بنطلبها في ايد بني آدم، انت يا رب قادر ان انت تغير كل شيء وتغسل مخ البني آدم ده وتسخره لنا علشان ينفذ لنا طلبنا. والآية دي فيها دليل على إن لا يجوز للإنسان إنه يعبد أو يدعي أو يحتاج أو يستغيث أو يستعين بحد غير الله. يعني لما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، ده معناها إن مفيش أي حاجة تستدعي إن إحنا نحتاج لحد أو نستغيث بحد أو نستعيذ بحد. والآية دي فيها، لو ركزتوا فيها واستشعرتوها كده، هتحسوا إن فيها شفاء للقلوب من التعلق بغير الله. يعني خلاص أنا بقى عندي يقين تام وثقة كده تامة إن أنت وحدك يا رب اللي بنعبدك، وأنت وحدك يا رب اللي بنستعين بيك. فدي نفسها بتعمل سلام نفسي. طيب، ولما نقول اهدنا الصراط المستقيم، كده أنا بطلب من ربنا سبحانه وتعالى إنه يهدينا ويدلنا ويرشدنا للطريق المستقيم وتثبتنا عليه يا رب لغاية ما نقابلك يوم القيامة. إيه هو الصراط المستقيم أو الطريق المستقيم؟ في الدنيا الطريق المستقيم اللي هو الإسلام، تعاليم ديننا وإن احنا نمشي على تعاليم الإسلام ونبقى مستقيمين، لأن هو ده الطريق اللي بيدلنا على الجنة. أعمالنا في الدنيا هي اللي بتوصلنا للجنة. ولما أقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، مين هم اللي ربنا أنعم عليهم بالصراط المستقيم؟ الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. فأنا لما بطلب من ربنا إن هو يهديني الصراط المستقيم اللي انت يا رب أنعمت بيه على الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، فده طلب جميل جدا وحلو جدا. ولما نركز كده واحنا بنطلب الطلب ده، أكيد ربنا هيستجيب لنا بإذن الله.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يعني أنا كمان بقول يا رب أنا مش عايز الصراط بتاع الناس المغضوب عليهم، اللي عرفوا الحق والصح وما بيعملوش بيه، زي الكفار والناس الضالة والناس الغير صالحة. لا، أنا عايز صراط الذين أنعمت عليهم. فكده أنا كده وصلت لبنتي أو ابني إن أنا بكلم ربنا وبطلب منه حاجات حلوة خالص، ولما أطلبها وأنا مركز بقرأ سورة الفاتحة وأنا مركز وأنا أقصد كل كلمة فيها وبكلم ربنا وبكل خشوع واستحضار للمعاني، فده أكيد ابننا أو بنتنا هيبقى فاهم كويس هو هيقوم يصلي يعمل إيه. طبعا في نهاية سورة الفاتحة كلنا بنقول آمين، ودي مش آية من سورة الفاتحة بس هي لعظمة سورة الفاتحة بنقول الكلمة دي بعديها عشان بنتمنى من ربنا ان هو يأمن دعانا ويستجيب، ومعناها اللهم استجب. طبعا دي عشان لو برضو ابننا او بنتنا سألتنا ايه الكلمة دي او ليه بنقولها. فده ان شاء الله لما توصلوا المعاني دي لبنتكم او ابنكم هي اكيد هتفرق معاهم كتير في ان هم حتى لو قعدتوا تقول لهم قومي صلي قومي صلي قومي صلي، هتبقى قايمه وعارفه هي بتعمل ايه، او هتبقى عارفه هي قايمه وفايدتها ايه، او هتفيدني بايه ان انا اقوم اصلي، حسب سنهم وعدم استيعابهم طبعا ان الصلاه من عماد الدين وركن من اركان الاسلام. بس زي ما قلنا الطفل عايز حاجه يفهمها، حاجه يقتنع بيها. يا رب أكون وصلت لكم حاجة بسيطة وأفدتكم. إن شاء الله المرة الجاية بقى هعرفكم إزاي إحنا بنسلم على الرسول. في بداية الفيديو إن إحنا بنعمل حاجتين حلوة قوي في الصلاة. أول حاجة بنكلم ربنا وده اللي أنا شرحته. تاني حاجة بنسلم على الرسول. أتمنى تكونوا استفدتوا وأكون عرفت أدلكوا على حاجة كويسة لو تفيد ولادكم وتسهل عليكم المأمورية دي، لأن هي فعلا صعبة. احنا كلنا بنجتهد ان احنا نعلق ولادنا بالدين وبالإسلام، وخصوصا للناس اللي بتتربى برا مصر، فربنا يعينهم ويعيننا طبعا على المهمة الصعبة دي. أحب أختم كلامي بدعاء جميل جدا، يا ريت تقولوه وتعلموه لأولادكم، لأن هو دعاء رائع جدا الصراحة، وكان الرسول بيقوله دايما عليه الصلاة والسلام، هو اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. الدعاء ده بنستعيذ بيه من زوال النعمة، ان احنا طبعا الحمد لله ربنا مدينا نعم كتير 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 حاسين بيها ومش حاسين، فلما بنستعيذ بالله من ان هو يزيل النعم، الزوال يعني ان هي تروح ما ترجعش، فاحنا بنستعيذ بالله من الشيء ده لان حاجة وحشة طبعا. وتحول عافيتك، التحول يعني انها تتبدل، ان احنا الحمد لله يكون عندنا صحة وخير وان العافية دي تتحول لا قدر الله تتبدل بالعكس بالمضاد بتاعها ببلاء ومرض لا قدر الله. فانا بستعيذ بالله من تحول العافية. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. النقمة هي طبعا الشيء الوحش، اللي هي النقمة اللي هي عكس النعمة، ان يبقى يحصل لا قدر الله حاجات وحشة فجأة،
فجاءة نقمتك، لأن الشيء لما بيحصل تدريجي بيبقى هين شوية، إنما الفجاءة دي بتبقى صعبة جدا على البني آدم إن هو يتصدم ويتفاجئ بنقمة لا قدر الله. فالواحد بيستعيذ بالله من فجاءة النقمة. وجميع سخطك، طبعا بنستعيذ بالله من كل الغضب والبلاء والشدة وأي حاجة وحشة لا قدر الله تحصل. فإحنا لما بنستعيذ بالله من الحاجات دي، الدعاء ده جميل جدا، وعلموه وحفظوه لولادكم. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.